قلة من هؤلاء الأشخاص الصارحين مع أنفسهم والمجتمع معهم قلة ممن يناصرون قضيتهم علنية خرجوا إلى الشارع مطلع العام 2009 احتجاجا على العنف الذي يمارس ضد الأقليات. Juste les forces de l'ordre qui ont tabassé les deux homosexuels. Il y a eu un rassemblement autour pour voir pour admirer le spectacle. Je ne sais pas, personne n'a intervenu. C'est très grave. C'est là, moi je dénonce cela. C'est très grave. C'est encore plus grave que les forces de l'ordre. بصراحة نحن ما عم نشوف إنه واحد مثلا يعني عم مارق بالطريق عم بيجوا يتجمعوا عليه ويخبطوه. ويمكن انت عم تقصد حادثة صارت يمكن مرة ببيروت انه انضربوا اثنين وعملوا ضجة منها وكذا. هيدي لا لازم نوضحها. الحقيقة هني انه كانوا عم يمارسوا الجنس مع بعضهم شابين تحت الدرج ببناية بمركز عام، يعني كل الناس بتشوفوا ومارقين اشخاص شافوهم، اكيد ردة الفعل تبعهم كانت انه عيطوا عليهم ضربون يمكن او شيء. انما وقت اللي اجوا موقوفين لعنا على حبيش على مكتب الاداب ما حدا مسهم، ما حدا ضربهم، ما حدا شيء، طبقنا القانون عليهم. اوكي خلص التجمع. المشكله 534 هي كمان انه بتخلق جو من الافلات من العقاب. يعني اذا شخص تعرض لاضطهاد بالبيت او بالجامعه او بالشغل، طرد من شغله مثلا، ما في امكانيه انه يروح على المخفر او يروح يبلغ او حتى يروح على نقابه انه يقول انه هو تعرض لاضطهاد، لانه الماده بتقول انه هذا الشخص خارج عن القانون. يعني في يتعرض للضرب بالبيت او بالشارع او يتعرض للطرد من الشغل، اذا بده يروح يشتكي وبده يروح يشتكي هو معتبر خارج عن القانون بسبب وجود الماده 534، ما في يشتكي. يعني فمن من تمييز لتمييز بضل ماشي الشخص. من تمييز إلى تمييز يتنقل المثليون في نهارات لبنان، ولكن تمييز النهار يمحوه صخب الليل. صيف لبنان الصاخب بشهادة الوكالات الأجنبية هو أيضا حار بالمعايير المثلية بحسب الوكالات الأجنبية نفسها. فيوم خرجت نيويورك تايمز لتعلن بيروت واحدة من أهم عواصم السهر في العالم، احتفل الإعلام اللبناني مكتفيا بالشطر الأول من بيت القصيد ومهملا عن قصد الثاني: بيروت عاصمة السياحة المثلية في الشرق الأوسط. Within the Middle East and within Arab countries, I think that the most developed country for gay tourism is Beirut. مايكل لونغو هو صاحب كتاب رحلات مثلي في العالم الإسلامي. التقيناه أثناء توقيعه الكتاب على هامش معرض بيروت العربي الدولي للكتاب ليخبرنا عن تجربته في لبنان. Beirut is really becoming very well known as a gay tourism destination. You had Pat Healy's article from the New York Times, for example, about Beirut. Out Traveler, which is a magazine that I write for, had a few years ago had written about gay Beirut. So it's been something that's been written about. It's been something that's known. You have an incredible infrastructure for tourism as a whole in Beirut. Lots of hotels. It's on the Mediterranean. Beautiful people, whether it's men or women. I mean, Lebanese people are beautiful. That always is helpful for tourism. بالملاهي الليلية خاصة اللي هي جاي فريندلي رفيقة للمثليين، يعني بيكون أكترية الشباب هونيك بيكونوا مثليين، فما منا بحاجة لحتى نحط الحلقة على اليمين أو التاتول على اليمين أو إلى آخره. بيكون يعني بالملاهي الليلية بيكون في كذا شاب عم يرقصوا مع بعض، بيكون نسبة البنات قليل، وحتى بيكون في كذا بنت بتكون عم ترقص مع بعض كمان. بالنهاية هيدا للمثليين والمثليات. بيجي شخص مثلا ما بعرفه، بكون انا عم برقص، بيقدر يرقص وراي. ببعض الملاهي حتى فيك تطلع ترقص على مطرح عالي وتكون قدام الكل، تكون عم ترقص قدام الكل، كل العالم عم تشوفك.
وفي من كل انواع العالم، يعني بيقدر يكون واحد يلي هي الرجوليه يلي بيعتبروها اكثريه الشعب، او في عدد كبير من الشعب بيعتبروا انه الرجوليه هي العضلات والصوت الخشن والقوه. في كتير بيكونوا من بيفوتوا بهيدي الفئه من الرجوله يلي بيعتبروها العالم، وهن مثليين جنس. برجع بحب اوضح لك انه هيدا منه شيء سر، ما بقى شيء سر بلبنان انه عنا مثليين كتير صار بالبلد موجودين وعاملين جمعية وبيعرفوا بعضهم وعندهم ويب سايت، كل واحد بيفوت على الويب سايت بيتعرف على التاني، وبيعرفوا على الويب سايت كمان بيحطوا اوقات اسماء النايت كلابات اللي بيتواجدوا فيهم، بتلاقوا فيهم حتى كل واحد يروح يتعرف على التاني وكذا بطريقة حضارية عاملينها انه يتعرفوا على بعضهم يعني بهالشكل. حتى اوقات شفت مرة على السايت طبعا انه بيحذروا بعضهم انه والله ما توقفوا محل فلاني لانه هنيك دوريات مكتب الاداب عم تجي، او ما تروحوا على محل فلاني لانه هيدا معرض لكبسات او شيء. انما نحن نعرف بعض المحلات اللي بيروحوا عليها، وفعلا بيجي كتير اوقات معلومات مثل عم تفضل وتحكي، والناس بتحكي كتير عن هالموضوع انه كيف تاركينه وكيف كذا. هلا بتفوت انت على الكلاب الموجودين فيه، اول شيء مش وحدهم بيكونوا موجودين، كمان في ناس عاديين بيكونوا موجودين، مش انه هالكلاب ممنوع يفتلوا الا المثليين، لا بيفوت من كل الناس. بس بتفوت بتلاقي شاب وشاب قاعدين عم بيحكوا مع بعضهم، عم يشربوا كاس مع بعضهم، يمكن عم يرقصوا مع بعضهم، هيدا اللي بتشوفه، وهيدا شيء مش مخالف للقانون. ولا مرة الشرطة وقفتنا، حتى يعني في إحدى النوادي الليلية هو بيكون في مش مثل حاجز جيش، حاجز درك سوري بقربه، فبنقطع بنكون ماشيين ما بيقولوا لنا شيء، بيطلعوا فينا. هلا نحن هون مثلا اذا بنكون عابطين بعض جوا بنقيم ايدين عن بعض، بس حتى مرات يعني بتقطع مرات وما بيقولوا شيء الدرك برغم وجود القانون يلي بيجرم. One, you still have the colonial era laws, the French laws that still remain. In essence, it's against unnatural acts, but that can be used against gay people. That's Section 534. You also have, at the same time as you have this law, you have this fantastic gay party scene here in Beirut. I was actually out quite late last night. Every night of the week you could go to a gay club, you could go to something to do. Most people here, from my own experiences and from having presented the book actually at the Beirut Book Fair, really don't have an issue with people being gay. بس لا النايت ولا المطعم هو معيار للحرية. وجود نايت كلاب ما بيعني انه في حرية، بالعكس هذا بيعني انه في قمع، وهذا القمع عم يتنفس بمكان مغلق ومعمول لهذا الموضوع وبس. فما انا ما فينا ناخذ هذا هو المعيار. اذا في شريحه معينه من اللبنانيه قادره تروح على هذه المحلات، هي شريحه كثير صغيره، لانه اذا بتطلع على اسعار هذه المحلات، هذه المحلات منا مفتوحه للكل، يعني مش كل الناس بيقدروا يروحوا عليها. اللي بيقول لك انه مرتاحين ايه لانه هو مرتاح. يعني اكيد الطبقات يعني اكيد الناس اللي الميسوره اللي معها مصاري فيها تعمل بدها اياه مثل ما عم نقول، وبنفس الوقت فيها تقول هي انه انا ما عم لاقي مشكله. وصحيح ما في، اذا واحد بيقدر يروح على نايت كلاب، اذا واحد بيقدر يسافر ساعه اللي بده، اذا واحد عنده واسطه الى اخره، في يعمل بده اياه. However, as long as you have these laws on the books that can be used at any time, and also you have to remember we're in the capital, we're in Beirut, which has always been known as a sort of more liberal place, as a sort of more anything goes kind of place, and has been known like that since the end of the colonial period. Beirut is one thing, the rest of the country is another. So what I've been finding is on the surface, yes, everything is wonderful and fun, but whenever you have these laws that can be used against anyone, the glamour of the party scene doesn't help somebody who's been fired from his or her job or has been denied the right to live in a particular apartment. So it's sort of a mixed bag, actually, you could say.
كل القوانين بتطبق على بعض الناس ومش على كل الناس. يعني واضح بأي قانون، طلع على أي قانون موجود وشوف على مين عم يتطبق. والقانون مثل ما واضح، يعني تطبيق المادة 534 من خلال الدراسات اللي عملناها جزء أساسي من تطبيقها له علاقة يعني بالانتماء الطبقي تبع الشخص اللي عم يطبق عليه القانون. وهذا ببين يعني بشكل أساسي إنه بنلاحظ إنه خاصة خلال الصيف بصير في ترويج للسياحة المثلية على لبنان، في محلات مثلية بتكون فاتحة ويعني وعم تستقبل ناس وعندها زبونات كثير، وهذا الشيء بيخلص موسم الصيف بنلاقي في حملة من الشرطة على الأماكن اللي بيرتادها الناس اللي ما معهم مصاري. Vote for the gang, the band, the clan. Vote for the nerd. Vote for full moons. Vote for dawn, for mornings after. Vote for red. Vote for black. Vote for rainbows. مع مطلع عام 2004 أطلق واحد من أشهر محال الملابس في لبنان حملة دعائية قدم من خلالها المثليين بصورة إيجابية، إلا أن المفارقة ليست هنا، بل في غياب الرقابة الذاتية التي لطالما قامت وبالتواطؤ مع الرقابة الرسمية بترغيب الأدبيات والأفلام المثلية، ومنها فيلم ملك الحائز جائزة أوسكار. You all scared of girls. You'll be the first openly gay man elected to major office. غياب يؤكد أن المثلية في لبنان وما تمثله من حرية في الخيارات الجنسية هي امتياز طبقي صرف، فالرقابة المرفوضة والمفروضة على المجتمع لا تجد طريقها إلى المجتمعات المخملية في لبنان. معك حق أنه المثلية بلبنان مثل كتير أشياء تانية امتياز طبقي. بيير أبي صعب هو واحد من صحفيين قلة يدافعون عن حقوق المثليين من دون أن يختبئوا خلف أقلامهم، لذا هو أكثرهم إثارة للجدل. في سهولة أكثر، أولا عندك قدرة شرائية كبيرة، الماركات اللي سميتها يعني هي ماركات حتى تفوت على المحل بدك يكون عندك حد أدنى من الجرأة والثقة بالنفس ولابس حتى ما يطلع فيك اللي على الباب زجرا يزجرك، وبالتالي مزبوط إنه هذا امتياز طبقي وسلعة عم بتصير حكر على دائرة معينة من الناس اللي بيقدروا يكونوا كول، بيقدروا يلبسوا، بيقدروا يحلموا، بيقدروا يقولوا انه ليش لا، انه ليش لا، شغله هي بالمجتمع بدون ما يجوا يفكروا بعمق انه بدهم يغيروا بنية المجتمع ليسيعوا لهم. سوري ما كنت مركز. غالبا ما عمد الإعلام اللبناني إلى تقديم المثليين وفقا للصورة النمطية التي لا تحاكي بالضرورة واقعهم، وقلما كانت الصورة عنهم إيجابية أو حيادية كما قدمتهم المخرجة نادين لبكي في أفلامها وفيديو كليباتها. سوري لازم تكون نفسيتك غير هكا. إلا أن المفارقة ليست هنا، بل في أن أي من هؤلاء سواء من قدموا المثلية على نحو إيجابي أو سلبي يوافقون على مناقشة مضمون ما يقدمونه. إذا بنرجع لورا شوي الثمانينات بأوروبا مثلا تكريس لانفتاح ولا يعني ولا اعتراف اكثر واكثر بحقوق المثليين ودخولهم بعالم الازياء والديزاين والفن والى اخره. في كثير مثليين خلقوا نموذج وذوق معين، وبالتالي اجى النموذج الاستهلاكي الراسمالي، السوق اخذت منهم هي الصوره واستعملتها كثير. مؤخر مثل العاده 10 سنين او اكثر اجت لعنا هي الموضه. بتلاقي انه الصوره المثليه صارت فعلا بحياه الليل، مثل ما قلنا قبل شوي كنا عم نحكي انه كول شيء كثير مهضوم، الملابس كل يعني صرنا عايشين ببيئه مزينه بهي الصوره بصفتها صوره عصريه فيها تسطيح وابتذال واستغلال لهي الصوره بدون الشيء اللي وراها، لانه الصوره دائما في شيء وراها. الفصام اللبناني العظيم خلى انه تاخذ هي الصوره وتستعملها، بس وقت اللي بتيجي بتحاسب الناس، يعني اللي خلق الصوره او اللي بيسوقها او اللي بيستفيد منها ماليا او اللي بيستفيد منها بالسوق الاستهلاكي، فجأة بيهرب لانه بحس حاله عم بيتحاسب على خطاب فكري سياسي ايديولوجي ورا هي الصوره ما بده اياه. مثل كل شيء نحن بدنا نبيع صوره الحريه، بس وقت اللي بنيجي على امتحان الحريه ما بدنا اياه امتحان الحريه، لا يعني بدنا نظبط حالنا مع العيله والعشيره والطائفه والخوري والشيخ والبابا وجده ما يزعلوا، وبدنا نكون عصريين ومش بس بقصه الجاي، طلعت من قصه الجاي لقضيه الحريه بشكل عام.